الانديه بتسويها. انت بتعرف بناديك يعني بتقسم ناديك لحزم. نعم. يعني بتعرف بناديك بمعنى الاخر عشان الشركات تعرف، خاصه في ظل يعني نوعا ما في قصور في الاستثمار الرياضي في المملكه العربيه السعوديه، ويعني وفي الخليج نوعا ما. طب على أي أساس تم اختيار دبي وليس جدة تحديدا؟ تم اختيار دبي لأنها تعتبر يعني محطة الوصول إليها سهل من جميع أنحاء العالم. تعتبر مركز استراتيجي وعاصمة اقتصادية. معظم الشركات الكبيرة لها فروع أو مكاتب تمثيل هنا في دبي، وأسهل للوصول إليها. فكانت يعني هذه الفكرة. ولكن الكثير من الناس بصراحة يقول تم اختيار دبي للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية أولا، وثانيا للدعاية والإعلام من قبل عادل جمجوم والإدارة. هي المشكلة يعني الدعاية وعادل جمجوم والإدارة. الإدارة هذه بتعمل خدمة لنادي الاتحاد. نعم. وفقط وجوده خدمة نادي الاتحاد، وليس الغرض للدعاية والتعريف لنادي الاتحاد. أما بالنسبة للضغوط فأعتقد من يوم ما استلمت الإدارة إلى اليوم ما في يوم عدى بدون ضغط سواء جماهيري أو إعلامي. فيعني ليس تبرير لأنه بنسويها في دبي، بالعكس هو هذا السبب الرئيسي اللي قلت لك عليه. طيب إقبال الشركات أستاذ عادل كيف كان؟ والله شوف، إقبال الشركات بالنسبة لي أنا كإدارة نادي الاتحاد، قبل وصولنا تقريبا بيوم إلى دبي تلقينا اتصالات من عدة شركات أبدت رغبتها في معرفة نادي الاتحاد، وأبدت رغبتها أن تكون اجتماعات انفرادية. ربما سياسة هذه الشركات هي بالطريقة أنها فكرة جديدة بالنسبة لهم أنه تناقش عقود رعاية أو تعريف بنادي أمام الإعلام. فضلت مقابلات انفرادية، وهذا الكلام اللي حصل البارح. نعم. واجتمعنا مع عدة شركات عرفناهم، والحمد لله يعني الهدف من الدعوة وكروت الدعوة والدعوة للمؤتمر هذا يعني أدت غرضها إن شاء الله. طب الدعوة التي وجهت للحضور أكدت حضور الشركات، لكن الغريب خلال المؤتمر لم يلاحظ وجود الشركات. هذا الكلام من البارحة بعد ما تم الاجتماع مع الشركات قررنا أنه من نوع من انواع تعريف الجمهور بماذا تم في دبي، عقد الغاء فكره انه يكون مؤتمر لالقاء الشركات اذا وجد شركات حضرت اخرى. يعني الشركات المعنيه من الدعوه الحمد لله هي اللي تم مقابلتها امس. كان الهدف منه تعريف الجمهور ماذا تم عرضه ولوسائل الاعلام، وكانت هي هذا الفكره من اليوم ان شاء الله. هل وقعتم اتفاقيات مع شركات؟ لا، اجتمعنا مع شركات. اتفاقيات صارت اتفاقيات؟ لا اخويا زياد، يعني موضوع زي ده انت بتتكلم على مبالغ طائله. اعتقد انه صعب في خلال ساعات او يوم او يومين ممكن توصل لاتفاق والعقد، خصوصا انها فكره جديده لهم. نادي الاتحاد يعني رعايه نادي الانديه في المملكه العربيه السعوديه او في منطقه الخليج او في العالم العربي تعتبر فكره جديده يعني اليوم، خاصه في ظل الاحتراف وفي ظل الايام دي انه مبالغ طائله، ما تتكلم انت عن مبالغ بسيطه. فالشركات من حقها انها تاخذ وقت للتفكير، تدرس، تشوف ايش ميزانياتها والاشياء دي، وهذا حق مشروع لهم. نعم. طب سمعنا اتفاقيه مهمه جدا اعتقد مع شركه طيران خليجيه، شو بخصوصها؟ والله شوف، أي اتفاقية لم يتم توقيعها حتى اللحظة. شركة طيران ربما تكون إحدى الشركات اللي أبدت رغبتها الشديدة. نعم هي شركة خليجية أبدت رغبتها الشديدة في ده، يعني أنا أقول إن يمكن أبدت رغبتها بسبب قربها من الخليج ومعرفتهم بنادي الاتحاد وما هو نادي الاتحاد، لكن لم يتم توقيع أي اتفاقية حتى اللحظة. في اتفاقيات قريبة؟ خلينا نكون واضحين مع الجمهور الاتحادي. والله اتمنى اليوم قبل بكره نوقع الاتفاقيه، بس انا كمان ما ابغى اوعد الجمهور بشيء بعدين في الاخير ما يصير يقول لك يعني ما احنا ناقصين على قوله. طيب، الكثير من الجماهير الاتحاديه بصراحه تقول ان مصير هذا المؤتمر او جولتكم في دبي سيكون نفس مصير لجنه الاستثمار السابقه، اعتقد برئاسه منصور البلوي، كيف تعلق على هذا الكلام؟ لا هذه اختلاف، هذه ما هي لجنه استثمار، يعني انا بقول لك هي دي فكره جديده. فكرة رأيناها أنه ممكن تخدم نادي الاتحاد. خدمت نادي الاتحاد، نعم خدمت نادي الاتحاد من خلال الشركات اللي تم الاجتماع معهم أمس. فكرة أنا متوقع حتكون فكرة رائدة وحيتم إعادتها من بعض الأندية الأخرى.
تعريف بناديك وتعريف ماذا يحتوي ناديك وما هي القيمة الفعلية لناديك. أعتقد هذا حق مشروع، ولكن النبات بالفشل أنا أتوقع يعني أعتقد من الظلم أنه حتى لو فكرة جديدة المفروض تلاقي التشجيع والاستحسان من الجميع. نعم. وليس المهاجمة والانتقاد وتأويل المصير بالفشل إلى أشياء. أما بالنسبة للجنة الاستثمار الخاصة بالأستاذ منصور اللوي، هي كانت في فكرة شركة موجودة في خليجية، كان المحور طلبهم أن يكون التفاوض يتم عن طريق أبو ثامر. نعم. تم تشكيل لجنة براسته خاصة بالموضوع ده، وليس لجنة استثمار، إنما لجنة خاصة بالمفاوضة مع هذه الشركة. نعم. عندما انتهى موضوع الشركة انتهت اللجنة. طب كم ديون الاتحاد التي جعلت مثلا خالد المرزوقي رئيس هيئة أعضاء الشرف يصرح أنه لا يمكن حل مشاكل 26 شكوى؟ لا إن شاء الله الحل إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون في حل، لأنه أعتقد الشكاوي الماضية اللي وجدت في الفترة الماضية مبلغها تقريبا كان ضعف المبلغ ده، والحمد لله قدرنا نحلها. نعم. ولكن الحمد لله يعني إن شاء الله قادرين على حلها. أهم شيء تضافر الجميع، وقوف إلى نادي الاتحاد، لأنه نادي الاتحاد يحتاج الجميع يوقف معه في ظروفه الحالية دي، وليس الجميع ضده. طيب على الرغم من الفترة انتقالية تقريبا 3 أشهر لهذه اللجنة المؤقتة لنادي الاتحاد، وبالتأكيد بعد 3 أشهر تقريبا سيكون هناك جمعية عمومية لنادي الاتحاد، على الرغم من ذلك تبحثون عن عقود رعاية جديدة. ممكن الإدارة الجديدة ما تقبل هذه العقود، على أي أساس؟ شوف يعني لازم أوضح للجمهور حاجة واحدة. الإدارة المكلفة هي امتداد للإدارة السابقة. نعم. احنا وضعنا اهداف للاداره. اداره الاتحاد ومشاكل الاتحاد كانت الفوضى في العمل. احنا لازم يتنظم العمل في نادي الاتحاد، لازم يكون هناك في تفكير، لازم يكون في خطط، لازم يكون في استراتيجيه لنادي الاتحاد. نعم. هدف البطوله الحاضره، يعني احنا ما بنعمل اداره عشان نعمل بطوله ونمشي، وهذا ما ضر نادي الاتحاد في السابق، انك انت ما بتفكر في عمل نعم مستقبلي. انا اتمنى ان اوقع عقد مجزي لنادي الاتحاد، واذا مشينا يجي غيرنا يستفيد منه، لانه في الاخير المستفيد الاول مو عادل جمجوم. بصراحه عقود الرعايه هل هي مهر الرئاسه من عادل جمجوم؟ مهر الرئاسه لي انا يعني؟ لا العقد اذا جاء اللي جابه نادي الاتحاد مو عادل جمجوم، قيمه نادي الاتحاد هي اللي جابت العقد. طب جماهير الاتحاد الان تسال عن مصير سعود كريري، شو بخصوص هذا اللاعب؟ سعود كريري اخر مباراه لي كانت مع نجران صرح وقال انه لاعب اتحادي، انتهي عقده نهايه الموسم، يدخل الفتره الحره بدايه يناير. نعم. من حقنا كنادي الاتحاد قبل ما يخش اي نادي اخر في المفاوضه معه، تم التفاوض مع سعود، التزمنا عده التزامات ادبيه مع بعض احنا الاثنين. نعم. عرفنا طلباته، تم عرضها على اعضاء الشرف، تم عرضها على اداره الانقاذ، في انتظار ردهم. يعني اذا الهدف يعني ما تم توقيع مخالصه لحد الان بين اللاعب والنادي؟ هناك التزامات ادبيه، لكن توقيع ما تم التوقيع، بس التزامات في بيننا وبين سعود التزامات. يعني اعتقد انه ان الاوان للجميع ان يتكاتف مع نادي الاتحاد في مهله محدده للرد؟ لا ما في مهله محدده للرد، بس يعني في الاخير سعود لازم يشوف مستقبله، هذا هو الاحتراف. افهم من كلامك بان اللاعب سينتقل؟ لا انا تفهم الموضوع حاجه ثانيه يا زياد، انه الموضوع ما يحتاج مماطله من نادي الاتحاد. نعم. يعني سعود لاعب نادي الاتحاد، الموضوع ما يحتاج انه مماطله والتفكير الشديد من قبل. وكانك تؤكد انتقال اللاعب؟ لا ما اكد انتقال اللاعب. اذا تحركوا اعضاء الشرف وتحركوا من ادعوا انه يهمهم مصير لاعبين نادي الاتحاد وخطوط حمراء تحتهم، اعتقد انه المفروض احنا نبادر بانهاء هذا الوضع. عادل جمجوم الرئيس المكلف لإدارة نادي الاتحاد السعودي، شكرا جزيلا لك على هذه